أكتر مشكلة بتقابلنا أول ما بنقرر نحفظ كلمات إنجليزي هو النسيان. تحفظ في اليوم ممكن 50 كلمة، بس المشكلة تاني يوم مش بتلاقي نفسك فاكر حتى لو 10% منهم. عارف المشكلة فين؟ المشكلة إنه مخك بيخدعك. أي والله زي ما بقولك، تبدأ تضغط عليه فهو عايز يرتاح من الضغط اللي عليه، يروح مخزنها في حاجة اسمها الذاكرة قصيرة الأمد، وانت تفرح وتحل عن دماغه، تنام وتصحى تلاقي نفسك ولا فاكر اي حاجة، وهكذا لحد ما تزهق وتبطل حفظ كلمات خالص. طب ايه الحل؟ بعد ما بحثنا وسألنا متخصصين عرفنا انه في طريقة بيتم تطبيقها في الجامعات الأجنبية، بيتم فيها تخطي الذاكرة قصيرة الأمد اللي هي بتعمل كل المشاكل، والتخزين مباشرة في الذاكرة الدائمة أو طويلة الأمد. والطريقة دي إن شاء الله هيتم تطبيقها في كل الكورسات اللي هتتقدم على قناة المهندس حسين السعيد اللي هي بتسمع الفيديو من خلالها دلوقتي. فحضرتك اسمع كم فيديو في الكورس، لو لقيت نفسك مش فاهم ولا بتحفظ كلمات ما تكملش. أما بصراحة أنا شايف دي فرصة حرام عليك تضيعها، لأنك عارف إنه أهم حاجة تعلم اللغات دلوقتي في الزمن اللي إحنا عايشين فيه. طب هنمشي في الكورس إزاي؟ هنقسم الكورس ده لأجزاء، كل جزء بيحتوي على كلمات في ترابط ما بينهم وصلة علشان يكون تذكرهم سهل، مثلا الفواكه، الخضروات، الطب، الهندسة، الصيدلة، وهكذا. بس في تنبيه مهم، ما تسمعش في اليوم أكتر من 3 فيديوهات، ودي حاجة لازم تلتزم بيها حتى لو كنت فاهم وبتحفظ ومستمتع بالفيديوهات. ولازم حضرتك تجيب نوتة أو كشكول تبدأ تكتب فيها الكلمات وتحتها الجملة، كل كلمة وتحتها الجملة بتاعتها. وهقول لك على نظام لازم تلتزم بيه، لأنه هو اللي هيساعدك إنك تتذكر كل الكلمات اللي بتحفظها. ودي من الحاجات المرتبطة بعلم النفس اللي احنا أخدناها من المتخصصين. حضرتك هتصحى من النوم الصبح، أول ما تفتح عينيك تذكر الله علشان يومك يكون في بركة، وبعد كده هتبدأ تراجع من 20 ل50 كلمة بس في اليوم. والكلمة اللي تنساها ابدأ ابحث عنها في القاموس، بس ما تكتبش عربي في النوتة. كل يوم هتراجع على عدد ملتزم بيه من الكلمات من 20 ل50 كلمة زي ما قلنا. تيجي يوم الجمعة تراجع على كل كلمات الأسبوع، بس بننبه المراجعة لازم تكون بعد ما تصحى من النوم مباشرة. المذاكرة ممكن تكون في أي وقت، بس المراجعة لازم تكون في الوقت ده. امشي معايا زي ما بقولك علشان الطريقة تنجح معاك 100%. وأنا بأكد لك إنها طريقة فعالة في حفظ الكلمات الإنجليزية ومذاكرة أي منهج من المناهج. لو تم تطبيقها على المناهج هتحفظ أي حاجة وتفهم أي حاجة أنت عايز تحفظها أو تفهمها. وإلى اللقاء يا صديقي في أول حلقة من حلقات الكورس اللي إن شاء الله هيكون أقوى كورس إنجليزي في الوطن العربي. اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات على كل الإشعارات علشان توصلك إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة. وكمان ادعم القناة بلايك وكومنت علشان ده بيساعد الفيديوهات إنها توصل لناس كتير محتاجة إنها تتعلم.